سماها، يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. يوم جديد وفيديو جديد، وعايزه اقول لكم وحشتوني جدا 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 بجد والله. فعلا مفتقداكم، مفتقده الفيديوهات، مفتقده النشاط والروتينات معاكم. ان شاء الله النهارده الروتين بتاعنا يكون حلو جدا ويكون خايفه على قلوبكم كده. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطاقه الايجابيه والنشاط والحيويه والشمس الحلوه دي اللي منوره الدنيا كلها. بتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، وطبعا حطوا لي لايكات كتير. لو لسه مش حاطه اللايك انزلي حطي لي لايك من ايديكي الجميله. وكمان لو مش مشتركه معايا في القناه واول مره بتشرفيني، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف بقى الروتين بتاعنا النهارده. روتين صباحي كله نشاط كده باذن الله، تتشجعوا وتتنشطوا معايا. بدات اليوم بتاعي كده من بدري قوي، من الساعه 8 الصبح، بعد ما نزلت الولاد للمدارس على طول. إيه، جيت كده فتحت الشبابيك وفتحت البلكونه وخرجت فرشه السراير زي ما شفتوا كده. طبعا انا لسه حاطه فرش السراير قريب، يعني من يومين 3 كده، علشان خاطر الولاد قلت هيبردوا وكده، فطلعت لهم بطاطين خفيفه بس إيه، علشان خاطر ما يبردوش وكده. فقلت اخرجها بقى تتشمس. اليوم اللي قبل ده على طول كان مطره وكده وكان الجو وحش، وبرده يعني على الظهر كده الجو برده رجع غيم تاني. فقلت استغل شويه الشمس كده نفتح الدنيا، وبعد كده على طول قلت بقى بما ان انا يعني متنشطه كده وبادئه الروتين بدري بدري كده، اشغل الغساله. عندي كام غيار كده عايزين يتغسلوا. طبعا اللي متابع من زمان عارف ان انا عندي غساله فول اوتوماتيك، وهتستغربوا من الغساله دي. انا فعلا لسه جايباها جديد، تقريبا بقالها حوالي 3 اسابيع يزيد شويه، المهم داخلين على الشهر يعني. طبعا هي غساله هاف اوتوماتيك كده حوضين، بس عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه. انا كان نفسي فيها من زمان جدا، لو قلت لكم من يوم ما اتجوزت مش هتصدقوني. وكتير قوي حوشت فلوسها وكتير قوي فلوسها اتصرفت. بس الحمد لله سبحان الله كل شيء بأوان. يعني انا ماشيه دلوقتي في السنه ال14 جواز، والحمد لله. يعني بقول لكم من اول سنه، من وقت ما كان معايا بقى ولادي هم لسه صغيرين وكده، فكنت محتاجاها وكان نفسي فيها قوي لانها غسيلها فعلا تحفه. بس سبحان الله كل شيء بأوان، ويعني الحاجه اللي ربنا رايدها في الوقت معين هتتحقق. يعني طول عمري كان نفسي فيها زي ما قلت لكم، بس عمري ما زعلت ان انا مثلا مش عارفه اجيبها. كتير قوي قوي حوشت فلوسها كتير، مثلا لما كان بيحصل عندي مناسبه ولاده بتاع و والِم فلوس مثلًا نقود، زي ما أنتم عارفين بقى نقود لمّا يكون عندنا مناسبة، حبايبنا قرايبنا مثلًا اللي يدّيني 100 واللي يدّيني 50 وكده، كنت باحوّش فلوسها، كنت أعمل جمعية واحوّش فلوسها، وكل مرّة كانت بتتصرف، وسبحان الله لمّا آن الأوان جبتها. بس عايزة أقول لكم من يوم ما جبتها وأنا مش باغسل غير فيها، بصراحة غسيلها زي الفل، تحفة، 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 ما بتاخدش وقت خالص، والغسيل بيطلع فيها زي الفل كده زي ما شُفتوا معايا. طبعًا سِبت بقى الغسالة تشتغل كده. عملت تقريبًا حوالي يعني غسلت 4 أدوار، غسلت في الأول دور أبيض، وبعد كده 3 أدوار ألوان يعني ورا بعض. فعلى ما الغسالة بقى كانت بتغسل، طبعًا مش هاقعد جنبها، قُلت كده أشوف بقى يومي هيكون فيه إيه. فزي ما شُفتوا أول حاجة كده كنت جايبة شوية حاجات كده وأنا جاية، لمّا نزلت أوصّل ولادي لقيت ما شاء الله كده كان في عربية واقفة على الطريق بتبيع الطماطم الكيلو ونُص ب10. طبعًا إحنا عارفين الفترة اللي فاتت دي كلّها كانت الطماطم غالية جدًا، كانت ب20 ورجعت بقت ب15 وب12. يعني آخر حاجة كانت ب10 جنيه. فأنا لمّا لقيت العربية دي بتبيعها بقى الكيلو ونُص ب10، فطبعًا إيه، طبعًا أي حاجة لو فيها توفير جنيه طبعًا لازم نشتري. والله عايزة أقول لكم ما شاء الله اللهم بارك يعني للبياع اللي كنت حاسة إن بلدنا كلّها واقفة بتشتري منه. ما شاء الله كان زحمة جدًا، رجالة وستات والكل بيشتري. فأنا جبت كده ب20 جنيه 3 كيلو، قُلت هاعملهم صلصة كده واشيلهم في الفريزر للطوارئ. تغلى، يكون مثلًا الكهربا مقطوعة، بما إن الكهربا اليومين دول بتقطع كتير أوي فتبقى عندي. جبت كمان بقى جرجير وكزبرة وحزمة بصل أخضر كده، لإن الغدا بتاعنا النهارده هيكون سمك، فأنتم عارفين سمك بقى يبقى لازم جرجير وبصل وحركات كده. جبت كمان السمك وأنا راجعة، يعني حاجتي دي كلها جبتها من بدري بعد ما نزلت الولاد المدرسة على طول.
طبعا النشاط كده والحيوية بقى بتاعت الصبح دي مفيش أحسن منها، وفعلا زي ما المثل بيقول الشغلانة البدرية منسية بجد، لما بتصحي بدري كده وتبدأي يومك من أوله وترمي الكسل كده ورا ظهرك، عايزه اقول لك بتنجزي. يعني لما تصحي بدري بتعملي شغل كتير جدا من غير ما تحسي بيه، على عكس بقى لو صاحيه متاخره ومضغوطه في الوقت، مش لاحقه بقى تغسلي هدومك مثلا، مش لاحقه تروقي الشقه، مش لاحقه تعملي غدا، فاليوم بيكون مضغوط. وانا اكتر واحده اقدر اقول لكم على الفرق ما بين الصحيان بدري والصحيان متاخر، لان انا دايما باصحى متأخر، فاليوم بقى اللي باصحاه بدري ده بيكون كله نشاط كده وبنجز فيه حاجات كتير. زي ما انتوا شايفين جبت السمك ده، سمك حلو جدا كده. انا كنت بصراحة نازلة اجيب سمك بلطي، فلما لقيت السمك ده لسه جاي فريش كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، إيه، حلو قوي صابح كده، مش مجير بقى ولا بايت ولا الكلام ده كله. فجبت كده الكيلو منه كان عامل 80 جنيه، جبت كيلو الا ربع بس على قدنا، كان عامل 60 جنيه. عايزه اقول لكم والله كان كتير، لان انا ولادي في السمك مش بيحبوا غير السمك البلطي، ولما بجيب اي حاجه تانية بفضل اقنعهم بقى واتحايل عليهم على ما ياكلوا، فكل واحد بالكتير قوي بياخد له سمكه. فحلو قوي السمك ده. طبعا انا ما اعرفش اسمه ايه، وانتوا عارفين ان الاسامي السمك والحاجات دي بتختلف من بلد لبلد، فالمهم ان هو كان حلو وخلاص. هنا كمان الطماطم خدتها غسلتها كده ان شاء الله جميله، ما فيهاش ولا واحده بايظه ولا اي حاجه، قطعتها ارباع كده، يعني كل طماطميه قطعتها على اربعه، وطبعا حطيتها في الحله كده وعليها كام شريحه من البنجر. البنجر ده كان متفرز عندي يعني كده في الفريزر، فحطيتهم بقى وهرفعهم على النار، وكمان عليهم حوالي معلقتين كبار سكر. هحطها على النار بدون اي ميه خالص، هي اول ما هتغلي كده هتنزل ميتها وهتستوي فيها، علشان طبعا زي ما قلت لكم هعملها صلصه كده وهشيلها في الفريزر اكياس، يعني مش هعملها صلصه برطمانات ولا حاجه. وهنا السمك كده قلت بالمره هو لسه فريش كده اروح منضفاه. احلى حاجه بقى ان السمك ده تنظيفه سهل جدا، اللي هو يا دوب بشيل بس الزعانف وافتح بطنه كده وخلاص، مفيش فيه قشر بقى زي البولتي والكلام ده. كان جميل جدا، عايزه اقول لكم في الاكل حلو قوي قوي ما شاء الله. وانا كنت فرحانه قوي وانا بشتغل وبنجز يومي كده من بدري. يا ريت والله لو اقدر كل يوم اعمل كده شغل لبيتي، بس انا بصراحه عايزه اقول لكم يعني دايما كده بنزل الولاد للمدارس وارجع انام شويه، اول مثلا هنام ساعه ولا ساعتين ابص الاقيني ما قمتش غير على الظهر. وانتوا عارفين بقى الظهر دلوقتي عاد بيأذن بدري وكده، واليوم بقى النهار ما بقاش فيه بيخلص بسرعه. بس النهارده بقى كان وحشني بقى بصراحه التصوير والروتينات بقى والنشاط معاكم كده، فقلت لا انا مش هنام النهارده، انا هبدأ اليوم كده ايه من بدري معاكم. فضلت بصراحه يعني على ما خلصت بقى الغسيل والكلام ده كله تقريبا لحد الساعه 11 كده او 10:30، يعني من 8 ل10:30 او 11 كده. دخلت نمت لي ساعة واحدة، وبعد كده بقى صحيت علشان بنزل كمان اجيب محمد من الحضانة. يعني هو الصبح بيروح مع اخواته، لكن انا على الظهر كده بعد الظهر بشوية على مثلا حوالي الساعة 12 ونص كده ولا حاجة بنزل اجيبه، لان هم طبعا هم بيرجعوا من المدرسة الساعة 2، فطبعا فرق كبير من 12 ونص ل2 وكده، فبروح اجيبه انا او باباه. يعني احنا مقسمين الاسبوع كده يومين انا ويومين هو وكده. فالمهم نمت لي شوية، كانت بقى الطماطم اتسلقت كده واستوت، وكنت نقعت السمك. كل الكلام ده ظبطته قبل بقى ليه ما ادخل يعني انام، وقبل ما اجهز الغدا. يعني قلت اما اعمل كل اللي ورايا، الطماطم لما بردت ضربتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله جميله طالعه حلوه قوي قوي. انا كان نفسي بصراحه اجيب اكتر من ال20 جنيه، بس بصراحه يعني جبت على قد اللي كان معايا. انا اليومين دول باخد مصروفي كده اليوم بيومه، فيعني هي ال20 جنيه بس اللي عرفت اشيلها كده من المصروف، وجبت بيها الطماطم دي. وقلت ان شاء الله لو نزلت تاني ولقيت الطماطم برضو سعرها كده وممكن ترخص كمان عن كده هجيب. يعني كل لما انزل ويكون معايا فلوس والاقي سعرها مناسب هجيب، مش شرط اجيب كمية كلها على بعضها يعني. طبعا ان شاء الله قبل رمضان ممكن بقى بجيب قفص مثلا طماطم اللي هو بيكون 30 كيلو او 20 كيلو ده، وبشيله كله مثلا في الفريزر. لكن قلت على من هنا بقى لحد ما ترخص كل ما انزل هجيب. يعني مثلا مرة نعمل شوية يطلعوا 4 اكياس يطلعوا 5، دول هيكونوا للطوارئ. زي ما قلت لكم بقى اليومين دول الكهرباء بتقطع كتير، فاحيانا مثلا اكون عايزه اعمل حاجه مثلا فيها طماطم معصوره ولا بتاع، طبعا مش عارف اعملها فريش في الخلاط وكده علشان الكهرباء، فتبقى جاهزه عندي. نعمل شويه محشي بتكون برضو الصلصه بتاعتها تقيله وحلوه كده، وبتكون جميله جدا في المحشي. فالمهم زي ما شفتوا معايا كده، بعد ما ضربتها كويس في الخلاط صفيتها كويس جدا بقى من اي بذر اي قشر فيها، وبدات اكيسها. هبكيسها بقى الحجم اللي انا عايزاه. يعني عملت اكياس كبيره واكياس صغيره علشان على حسب الطبخه. يعني لو هعمل مثلا خضار
بطاطس مثلا، لوبيا، اي حاجه من الحاجات دي مش هحتاج فيها طماطم كتير. وعملت مثلا كيسين كبار لو هعمل مثلا محشي، مكرونه، الحاجات اللي هي بتحتاج طماطم يعني كميه وكده. بس هما بصراحه عملوا معايا الاربع اكياس، يعني 3 كيلو طماطم عملوا معايا 4 اكياس. طبعا لو انا جايباها كميه اكبر هيعملوا معايا عدد اكبر. بس عادي بالنسبه لي، حلوين مش وحشين خالص. هشيلهم بقى زي ما قلت لكم كده في الفريزر لطرقه لاي حاجه، يكونوا جاهزين عندي يعني. ان شاء الله حلوه جدا جدا. كمان صلصه البرطمانات عملتها معاكم قبل كده، لما سعر الطماطم ان شاء الله يرخص هعملها تاني برضو، بتكون حلوه جدا. هي دي طريقتي بقى في عمايل الصلصه. هشيلهم بقى كده في الفريزر، وتعالوا بقى ننشر الغسيل. طبعا انا كنت مخلصه الغسيل من قبل الظهر بكتير، يعني زي ما قلت لكم كده قبل ما انام، يعني على الساعه 10:30 كده كنت مخلصه بقى كل حاجه، بس ما نشرتش على طول صراحه يعني. هنا في التوقيت ده لما كنت بنشر الغسيل كنت تقريبا حوالي الساعه 2 كده. طبعا هنا الغسيل الابيض، يعني انا من النوع اللي بحب اظهر الغسيل، بس الزهره كانت زياده مني شويه، مش مشكله خالص. كمان جهزت الغدا، بس طبعا ما صورتش اي حاجه معاكم في تجهيز الغدا، لان في التوقيت ده كانت الكهرباء مقطوعه عندنا. الكهرباء بتقطع من الساعه 2 لحد الساعه 4. طبعا بقوا يقطعوها ساعتين بدل ساعه، يعني الاول كانوا بيقطعوها ساعه، دلوقتي بيقطعوها ساعتين. فطبعا ما عرفتش اصور معاكم. وطبعا السمك المقلي انا عملته معاكم كتير قبل كده، تبلناه مع بعض كتير، فما عملتش حاجه. رز ابيض وسلطه خضراء وقليت السمك، وطبعا غسلت الخضار بتاعي، وشويه لفت مخلل كده يفتحوا النفس زي العسل. عايزه اقول لكم اللفت ده عامل زي البونبوني كده بالنسبه لي، ما شاء الله جميل جدا جدا. نسفنا الطبق ده وقمت جبت تاني كمان. عايزه اوريكم بقى السمك من جوه عامل ازاي، لحمه زي الفل، قشطه كده ما شاء الله، فصه ابيض كده وطعمه حلو جدا. وانا كنت متبلاه كده تتبيله خفيفه، مش مكتره بقى توم ولا بهارات ولا حاجه، فكان طعم السمك باين فيه، حلو جدا 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 ما شاء الله، كان جميل. وعملت رز ابيض كده، مع ان احنا في العادي بنحب دايما رز بشعريه جنب السمك، بس بالامانه يعني انا كان متبقي عندي طبق رز كبير من اليوم اللي قبله، فزودت عليه، بس طبخت شويه مثلا يعني كده، ورحت حاطه الباقي عليه مسخناه معاه وخلاص. ما حبيتش طبعا ارميه علشان طبعا حرام، والرز غالي والحاجه غاليه. فخلاص بقى بعد ما اكلنا السمك بقى، اكلة السمك الجامده دي، كان لازم نحلي بقنا باي حاجه. معروف كده السمك لازم تحبسي وراه كده بكوبايه شاي بالنعناع، عندك اي حاجه حلوه تاكليها، حته فاكهه، المهم ورا السمك ده لازم ناكل اي حاجه كده. فكان عندي برتقانيه واحده كده، رحت مقشراها ومقطعاها في صوص كده زي ما شايفين، على كام واحده يوسفي كده، او اللي هي المندولينه دي، احنا عندنا بنسميها مندولينه، معرفش بقى عندكم بتسموها ايه. عملت كوبايه شاي بالنعناع ليا، وشويه فشار كده عشان خاطر الولاد، يعني تحلية كده بسيطة وسريعة. يا رب الروتين بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، روتين كده خفيف وسريع، كل نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، وأكون وحشتكم زي ما انتوا كنتوا وحشيني جدا جدا. شجعوني كتير وحطوا لي لايكات كتير، انتوا مقصرين معايا جدا جدا في اللايكات، فبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك، علشان اللايك بيرفع الفيديو وبيخليه يوصل لناس كتير. ربنا ما يحرمنيش منكم، دايما متجمعين في الخير، ومع السلامة.